السلام عليكم مرة أخرى يا شباب. قبل قليل ريان غارسيا وديفيس حققوا الوزن المطلوب، وأيضا نشبت حرب في المؤتمر الصحفي، والبطل المسلم ديفن هيني يطلب قتال ريان غارسيا ويستهزئ بلوماجينكو، لكن فيما يرضي الله. الحمد لله. All praise due to Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وقبل أن ندخل في التفاصيل، هنالك نزالات نارية حاليا في الموايتاي ما بين محبوب الجماهير هيجيريت ضد البطل التايلاندي، وهذا النزال على حزام البطولة. لكل من يهتم بهذا النزال سوف تجدون الرابط للبث المباشر في أسفل التعليقات، اضغطوا عليه سوف يأخذكم إلى الصفحة، وبعد ذلك اضغطوا مباشرة سوف يأخذكم إلى البث المباشر. وقبل أن ندخل في التفاصيل، أتمنى منكم أن تدعموا هذا المقطع بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إن كنتم جدد. بداية، جيرفونتا ديفيس يحقق الوزن المطلوب. 135 pounds. وكما شاهدتم في المقطع السابق، جيرفونتا ديفيس كان يشكك في وزن ريان غارسيا، لكن الأخير حتى هو حقق الوزن المطلوب. Ryan Garcia weighs in at 135.5 pounds. وبعد أن حققوا الأوزان دخلوا في الجدالات. والآن يا شباب سوف نتكلم عن موعد النزال والساعة التي سوف يقام فيها هذا النزال. بداية، هذا النزال سوف يقام في 23 من شهر أبريل، لأن هذه النزالات سوف تقام يوم السبت في منتصف الليل بتوقيت المغرب. وأما بتوقيت مكة المكرمة، هذه النزالات سوف تقام في 3 صباحا. وأرى بأن الكثيرون يسألون عن القنوات الناقلة لهذه النزالات. يا شباب، هذه النزالات ليست مجانية، هي سوف تعرض على البي بي في، يجب عليك أن تدفع لكي تشاهد هذا النزال. لذلك غدا إن شاء الله قبل أن يبدأ النزال سوف أوفر لكم الروابط المجانية لهذه النزالات، وإن شاء الله يا شباب أن نوفق لإيجاد روابط جيدة كالعادة. وأما بالنسبة للبطل المسلم ديفن هيني، قال في إحدى الخرجات: لو فاز ريان غارسيا سوف نجري اتفاق لنقوم بهذا النزال، لأنه يصعب علي أن أنقص وزني إلى 135 رطل، لكن مع ريان غارسيا نستطيع أن نقوم بهذا النزال في 140 رطل. وأجابه ريان غارسيا: شكرا لك أخي، سوف نرى هذا العرض. وكما تعلمون، ريان غارسيا وديفن هيني تواجهوا في الهواة وكانت النتيجة التعادل، والآن من الممكن أن نشاهد نزال ما بين ريان غارسيا ضد المسلم ديفن هيني الذي يتربع على عرش الملاكمة في وزنه ولم يذق طعم الهزيمة. وفي إحدى الخرجات للأسطورة لوماتشينكو قال بأنه لا يعتبر نفسه انهزم قط، مع العلم أن لوماتشينكو لديه هزيمتين. Look, in my mind, I didn't lose any fight in a professional boxing. In my mind. وهنا ديفن هيني علق على هذا التصريح بها ها 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 ها، يعني يسخر منه، كأن ديفن هيني يقول: هل أنت مجنون يا لوماتشينكو أم أنك تكذب النتائج؟ لكن وبصريح العبارة، المقاتلان يستحقان احترام كبير جدا، ولوماتشينكو مقاتل لا يمكنك ألا تحترمه، ملاكم عالمي ذو طباع أخلاقية رائعة جدا صراحة. ولوماتشينكو يركز كثيرا على الملاكمة ولا يركز على الدراما، لذلك هو ليس مشهور بتلك الدرجة التي اشتهر بها الكثير من المقاتلين. وبالنسبة لقصة لوماتشينكو وقصة ديفن هيني، طبيعة الحال سوف أعرضها في القناة لأن فيها الكثير من العبر والأحداث المشوقة. المهم يا شباب، هذا ما عندي، ونحن المغاربة على بعد ساعات قليلة مع صلاة العيد، وغدا إن شاء الله يا شباب سوف أبارك لكم مرة أخرى. المهم هذا ما عندي، كان معكم محمد المحسيني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.